لكل خطوة مهما كان حجمها أثر كبير على مستقبلنا. بخبركم أهم 4 خطوات تقدر من خلالها أنك تبدأ رحلتك في المحافظة على البيئة. أولاً، قد ما تقدر استخدم بدائل خالية من البلاستيك، يعني بدل ما تستخدم الأشياء المصنوعة من البلاستيك تقدر تستبدلها بمواد مصنوعة من الورق، من الكرتون، من الزجاج أو حتى من المعادن، لأن هذه المواد غالباً ما تكون قابلة لإعادة تدوير ونقدر بكل سهولة أن نحولها لمنتجات جديدة. ثانياً، تعلم فصل النفايات، بمعنى أنك تحاول تقسم النفايات وتفصلها على حسب نوعها، وهالشي راح يساعدنا وايد في زيادة عملية إعادة تدوير والتخلص من المواد القابلة للتحلل والاستفادة منها من خلال صناعة السماد أو توليد الطاقة. ثالثاً، احرص على عدم ترك أي أثر للمخلفات، لأن إذا ما تخلصنا من المخلفات بشكل سليم فإن النظام البيئي راح يتدهور، وبالتالي بيتسبب في تغيير المناخ والتأثير سلباً على الصحة العامة. رابعاً، استخدم المواصلات العامة، لأن هالشي راح يقلل من انبعاثات الغازات الدفينة مثل ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى اللي تنتج عن حرق الوقود في المركبات. الأرض أمانة وعلينا كلنا أن نحافظ عليها.